أي صانع محتوى المفروض إن هو يتعلم الإخراج السينمائي. ليه أنا بقول لك كده؟ لأن أنا من وجهة نظري إن أنت كده بتصور وكده معاك كاميرا أو معاك عدسة أو حتى معاك موبايل، لازم تكون فاهم إخراجيا إزاي الكاميرا بتعبر عن اللي أنت عايز تقوله. مش بس إن أنت معاك سكريبت يبقى أنت كده جاهز. الإخراج أنت بتوجه الممثل أو حتى بتوجه صانع المحتوى اللي أنت بتصور له المحتوى بتاعه، أو لو انت صانع محتوى بتصور لوحدك زي كده، بجانب ادائك وبجانب صوتك وبجانب كل الاليمنتس اللي انت ممكن تستخدمها في المونتاج. بس في حاجات بتفرق جدا في اختيار مثلا نوع العدسه، وايه الفرق بين العدسات، وكل عدسه بتدي احساس مختلف، مش مجرد مساحه التغطيه بتاعه العدسه. مش لازم تكون فاهم تكنيكال كل حاجه، ممكن يكون معاك مصور هو اللي بيقوم بموضوع الاضاءه، هو اللي بيقوم بموضوع زاويه التصوير، بس انت هيبقى ليك وجهه نظر. ولو في شعور معين انت عايز توصله للناس، هتبقى ممكن عارف تختار العدسة اللي تعبر عن ده، او حتى مود الاضاءة اللي انت عايز الناس تشوفه. فبالتالي ما تبقاش محتاج مدير تصوير مثلا، انت كل اللي محتاجه حد بيعرف يصور. كل ده بتتعلمه في الاخراج السينمائي. اعمل سيف للفيديو، ولو عندك اي اسئلة قول لي في